مع سيد الفريق أول رفقة اللواء محمد عجرود قائد ناحية العسكرية السادسة إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي إنجزام تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه. وبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي تابع السيد الفريق أول عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال التركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة. هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على تصور وتنفيذ العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية. لحدودنا الوطنية. لتصاب الأهداف بدقة عالية.
من شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأعز وأنفس ما يملكون، والمرصعة بأسمى معاني الوفاء والبطولة والتضحية. لحماية مقاتلتين أخرتين بتوجيه دائم ومتواصل